السلام عليكم. أغرب سبب لثبات الوزن. في البداية لما أبدأ أمشي على نظام غذائي، أول حاجة بتحصل بينزل كمية السوائل الزيادة المتخزنة في الجسم، وكل ما الوزن يزيد كل ما كمية السوائل المتخزنة تبقى أكبر. بعد كده يبدأ الجسم يتخلص من الحاجة اسمها الفيسرال فات أو الدهون الموجودة على الأحشاء، والفترة دي ممكن تطول شوية ويحصل فيها ثبات وزن، بس ده ثبات وزن كاذب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الدهون اللي موجودة على الأحشاء دي ممكن تاخد وقت طويل على حسب وزن الشخص وعلى حسب كمية الدهون اللي موجودة على الأحشاء وعلى حسب هو عنده مقاومة انسولين او لا. الفترة دي مش ثبات وزن، الفترة دي الجسم بيتخلص فيها من الدهون اللي موجودة جوه. عشان كده احنا بنقول ان احنا لما بنيجي نزيد في الوزن بنزيد من بره لجوه، يعني يبدأ يبان على الجسم الدهون تتخزن في الايدين وفي الرجلين، وبعد كده يبدأ الجسم يخزن الدهون جوه البطن على الأحشاء. لما باجي أخس العكس هو اللي بيحصل، احنا ما بنبقاش عايزين كده، بس ده اللي بيحصل. أبدأ أخس من جوه لبره، يعني أبدأ الدهون الموجودة على الأحشاء تنزل، لو في شوية شراهة لو في مقاومة انسولين تبدأ ان هي تتعالج، وبعد كده تبدأ تلاقي المقاسات اتغيرت وتبدأ تلاقي بعد كده الجسم بدأ يبان عليه من بره. فعشان كده ما تستعجلوش واصبروا، وطول ما النظام اللي انت ماشي عليه هو نظام مظبوط وبتهتم بنوعية اكلك ان هي تبقى نوعية صح مش بكمية الاكل بس، وحياتك صحية، في النص طبيعي تلاقي الميزان ثابت، بس مع الوقت هتشوف الميزان بيسمع معاك. فخلوا بالكم واصبروا وما تستعجلوش. شكرا.